حاسس انك زهقان مش قادر تعمل اي حاجه، مفيش طاقه ولا دافع؟ لو عندك الاحساس ده يبقى الفيديو ده معمول ليك. هقولك ازاي تتغلب على الزهق، تلاقي الحافز اللي يخليك تبدا من جديد وتكسر الدايره الممله اللي حابس نفسك فيها. مستعد؟ يلا بينا. اول حاجه لازم تعرفها ان الشعور بالزهق طبيعي جدا وكلنا بنمر بيه، بس المشكله لما الزهق يتحول لعاده ويبقى جزء من حياتك. تلاقي نفسك قاعد بالساعات ماسك الموبايل تتفرج على فيديوهات بس مفيش حاجه بتتحقق في حياتك، تفضل مأجل كل حاجه ومفيش اي حافز يخليك تتحرك. عارف ليه؟ لان دماغك واخده على كده. الحل الاول اكسر الروتين. لو بتصحى كل يوم تعمل نفس الحاجه طبيعي تحس بالملل. غير في يومك، جرب تصحى بدري شويه، امشي في مكان جديد، اسمع حاجه مختلفه، حتى لو حاجه صغيره، بس خلي يومك مش زي كل يوم. الهوايات حاجة بتديك طاقة وحافز، جرب تتعلم حاجة جديدة، جرب الرسم، الكتابة، التصوير، أي حاجة تحرك مخك وتكسر الدايرة المملة اللي أنت فيها. الحل التاني ابدأ بحاجة صغيرة. كتير مننا بيزهق لأنه حاسس إنه مش قادر ينجز حاجة كبيرة فبيقرر يفضل مكانه. الحل ابدأ بحاجة صغيرة. لو عندك حاجة مأجلها ابدأ بيها دلوقتي حتى لو بجزء صغير. عاوز تقرأ كتاب اقرأ صفحتين بس. عاوز تتمرن اتمرن 5 دقايق بس. ما تستناش يبقى عندك طاقة كبيرة علشان تبدأ. ابدأ وخد الخطوة الأولى وبعدها الطاقة هتزيد لوحدها. الحل الثالث حط هدف واضح قدامك. الناس اللي عندهم حافز دايما عندهم هدف واضح. لو انت مش عارف بتعمل ايه في حياتك طبيعي تحس بالملل. خد دقيقة من وقتك واكتب هدف بسيط، حاجة عاوز تحققها الشهر ده. مش لازم يكون هدف كبير، المهم يكون واضح. الحل الرابع ابعد عن مصادر الطاقة السلبية. الطاقة السلبية بتمتص طاقتك بدون ما تحس. متابع أخبار طول اليوم، بتسمع كلام محبط من اللي حواليك، طبيعي تحس بالملل واليأس. الحل قلل وقتك مع أي حاجة بتسحب طاقتك. ابدأ تابع حاجات تديك طاقة إيجابية، اسمع بودكاست تحفيزي، تابع ناس ناجحين، اقعد مع أشخاص بيدعموك، هتحس بفرق كبير. الحل الخامس اتحرك وخلي جسمك نشيط. الملل أوقات بيكون سببه إن جسمك مش بيتحرك. جسمك وعقلك مرتبطين ببعض. لما تفضل قاعد مكانك طول اليوم دماغك هتحس بالخمول وده هيزود إحساس الزهق. جرب تتحرك حتى لو مشوار صغير، رياضة خفيفة، هتحس بفرق رهيب في طاقتك وحالتك النفسية. الحل السادس كافئ نفسك على أي إنجاز. دايما كافئ نفسك حتى لو على انجاز بسيط. خلصت حاجه مأجلها خد بريك، اسمع حاجه بتحبها، اشرب مشروبك المفضل. المهم تحس انك بتعمل تقدم وهتلاقي نفسك بتتحمس تعمل اكتر. افتكر دايما الزهق مش عدوك، هو مجرد اشاره انك محتاج تغيير، محتاج تحدد هدف، تتحرك وتبدا بخطوه صغيره. ما تستناش يجيلك الحافز من العدم، انت اللي لازم تخلقه بنفسك. لو الفيديو ده حفزك ما تنساش تعمل لايك وتشاركه مع حد ممكن يكون محتاجه، ونشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.